ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بفيديو جديد على قناتي. نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس. هذا الفيديو راح يحكي لكم على كيفية العناية بالبشرة، وراح نعطيكم نصائح اللي لازم اي فتاة تتبعها. اول حاجة راح نبدأ بها هي هذه السيغتات، اني ما تخطينيش. نستعملها دائما، ممكن راح ندير ماسكات وراح نغسل وجهي باش شعري ما يترنخش. واذا كنتم من النوع اللي يدير المكياج بزاف كيما انايا، اكيد لازم تكونوا شاريين دي ماكيون اي نوع نتوما تكونوا تحبوه. انا عندي تاع ابو سعد، هذا جربته هايل هايل هايل، ننصحكم به. يليق تديه معاك في كل وقت. كيفية الاستعمال تاعو: تحطي منه كمية قليلة على قطن وتمريها على الوجه تاعك والعينين والرقبة. ما تحتاجيش تغسلي وجهك بعدها، بصح اذا كنتي من النوع اللي كيما انا يتحسس ياسر من المواد هذه، تشليه بالماء برك يكفي. اما هذولي كوتون ديسك تقدري تهزيهم معاك في كل وقت، وين تكوني رايحه لازم يكونوا معاك، تديهم من اي بلاصه. هما رطبين وملاح ياسر، ويحافظوا لك على عينيك والبشره تاعك، مش راح يضروها لك. هنا اول حاجه راح نهضرلك على هذا الغسول. الغسول هذا ضروري لتنظيف البشره والحفاظ على الحاجز تاع البشره من التلف وإزالة الأوساخ منها بدون تسبب في الجفاف تاع البشرة تاعنا. هذا النوع مناسب لجميع أنواع البشرة، وهايل هايل. عجبني لأنه ثاني يزيل أنواع المكياج اللي مقاومة للماء. وكاين الماسك تاعو، هذا الماسك قوة فظيعة، ما نحكي لكمش عليه. مخدوم بالروز. هذا مام لو كان يخلص لي الغسول نعاود نشريه وحده، لانه يرجع البشره تاعك كيما تاع الكوريات، تهبل. يحافظك على الرطوبه تاعها وفي نفس الوقت يقشرها لك ويضوي لك الوجه نتاعك. قبل هذاك القماش كان عندي قماش فينيس، ملاحظه هذاك البري تاعهم غالي وهذونا رخاص، هذونا يقدر يستخدمهم اي واحد. هذا المقشر ديريه في الوجه تاعك، الوجه يكون لازم نظيف ويكون مشمخ شويه، تدلكيه على الوجه تاعك بنعومه مع التركيز على المناطق الدهنيه اللي هما الجبين والانف اكيد. تمسوش، حاولوا تبعدوا على عينيكم لانه راح ينضروا. ومن بعد تغسلوا وجهكم عادي بماء فاتر. تقدري تستخدميه اذا كانت بشرتك دهنيه من 2 الى 3 مرات. اما هذا الماسك تاع الطين، تحطي طبقة قليلة على وجهك مدة بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، وتغسلي وجهك بماء دافي. وتجنبي ثاني تمسي عينيك لأنه راح ينضروا، وتغسلي بالماء الدافي من 2 إلى 3 مرات. راح نهضر لكم دوكا على الادوات التنظيف اللي نستعملها. انا عندي هذه البونجا، ما تخطينيش خلاص، ما على باليش شلون يسموها، بصح هايله. وفي نفس الوقت ما تكثرش الاستعمال تاعها لانه راح تسبب لكم توسع في المسامات. انا نخدم بها 2 مرات الى 3 مرات في السمانه، مام لي ماسك ولي قماش 2 مرات الى 3 مرات. ومش دائما نستعمل في النوعين تاع القماش، كل مره واش نستعمل. هنا عندي لانه اذا استعملتيهم كامل مع بعضهم راح يضروك البشره تاعك، مش راح ينفعوها. هنا عندي هذه لاباراي تاع الدلك تاع البشره، يجوا معاها هذو زوج اللي ينظفوا البشره، وحده تستخدميها لرجليك. هذه لاباراي نستخدمها مع الزيوت. نابليكي شويه زيت على وجهي ونستخدمها تدلك لي هي الوجه تاعي. هذه البونجه تحطيها في الماء تولي طريه كما كنت تشوفوا هنا قاسيه. نستعملها كي نكون نخدم بهذوك لي ماسك ولي قماش، به عينيا ما يتشمخوش، انا عينيا حساسين. نحل كميه كبيره بهذه البونجه وبعدها نشلل بالماء. الماء يكون دافي والله بارد، ما تستخدموش الماء سخون برك، راه يسبب في التجاعيد. واللي تعاني من لي بوان نوار، ننصحكم بشرائح تعميم، لانه هذه الشرائح هايله. هي كاينه اللي مخصصه للنساء وكاينه المخصصه للرجال. انا تاع النساء كي جربتها ما عجبتنيش ياسر، وليت نشري هذه تاع الرجال، تجي قويه شويه بصح هايله هايله. اللي تعاني من لي بوان نوار ولا لي بوان بلون تستخدم هذه. انا هذه الوحيده اللي صح ننصح بها. قبل تستخدميها اكيد كي تكوني درتي حمام تاع بخار، واكيد هاي كاينه طريقه الاستخدام هنايا، الشرح تاعها مطول ياسر وراح يكون الفيديو طويل، لهذه انا اختصرت لكم. هاي طريقه الاستخدام كاينه في اللابوات تاع. نمروا بعد انواع الصابون تاع ابو سعد ودوف. هذو ارخص صابونين استعملتهم.
يعني الوحده اللي ما عندهاش خلاص ومش مقتدره كامل تشري هادو، هاهم يديروا كانوا 10,000 دوكا وقيلا زادوا فيهم ولاو 15,000. بصح هايلين ننصحكم بهم. انا بكري كنت نستخدم فيه هادو برك. هادو انا حبستهم مش على جال البري ولا تبدلت عليهم والله لا لا، هادو كانوا يسبوا لي جفاف في البشره تاعي، جفاف مش نورمال. لهذه حبست ما والمونيش الله غالب. انا اللي توالمني على وجهي هما هادو انواع تاع الغسول، خاصة نيفيا. هذه نيفيا روعة روعة. وانا البشرة تاعي مزيت مانيش عارفة لا مختلطة ولا جافة، نص فيه زيتي ونص جاف، مرات يولي جاف كامل. هنا راح نهضر لكم على سيروم فيتامين سي. هذا الفيتامين سي شوفوا لا مارك تاعو ركزوا فيها مليح، هايل العلاج الهالات السوداء اللي تعاني من عدم نضارة البشرة، يقلل تسبغات تاع البشرة ويحث على انتاج الكولاجين، وثاني يرطب لكم البشرة ويمنع ظهور الحب. انا ملي بديت نستخدم فيه ودعت كامل حب شباب. كاين هذو الزيوت هذو كنت نستخدم فيهم من قبل. هذا زيت تاع القارص، وكاين زيت الورد. هذون ثاني هايلين اللي تعاني من حب شباب ياسر تستخدمه. اكيد بعد ما تكون غسلت وجهها ودرت الماء الورد تستخدم هذا. وبعد اكتشفت بلي شويه نشفوا لي بشرتي حتى ونحوا لي الحب ونقاو لي وجهي وضوى، ولو عندي جفاف وليت نستخدم فيهم مع الجليسيرين. الجليسيرين عنده فوائد ياسر، هي انه يرطب البشره، يزيل البقع الداكنه ويفتح البشره تاعك، مليح لكل انواع البشره، يعالج الكلف وينحي الخشونه تاع اليدين الرجلين. حبيتي تستخدميه كاين هذا الزيت وكاين الكريمه تاع الجليسيرين، انتي واش حبيتي استعملي. واغلب الوقت انا هادو كان نستخدم معاهم هذه لابارا، مستحيل نديرهم وما نديرش معاهم هذه. الوجه تاعك يولي تحسيه مجبود هكذا، مشدوده البشره تاعك ما تبقاش مرخوفه، وتنحلك هذوك الخطوط هذوك اللي يبانوا الرقاق هذوك اللي في الوجه، وتمنع ظهور التجاعيد. اما بالنسبه لماء الورد روعة روعة روعة. هو عبارة عن طونيك ثاني في نفس الوقت. طونيك هو كيفاش نسميه كشتو الكل كيفاش نعقموا به الجرح، هذا تعقموا به وجوهكم، تنحوا منه الترسبات، وحتى تقدروا تستخدموه كمزيل للمكياج. ماء الورد هو ينعش البشرة ويتحكم درجة الحموضة تاع البشرة تاعنا، يقلل من التهيج تاعها واحمرارها والالتهابات. حتى حب شباب يولي ما كانش كيفه كيف الزيت نتاعو، ويرطب لك البشرة. هو فيه ميزة انه يرطب البشرة مش كيما الزيت، ويهدي البشرة من حروق الشمس. يعني اللي تعاني من حروق الشمس بعد ما تغسلي وجهك بالغسول تاعك تستخدمي ماء الورد، ننصحك به هاي سيرتو هذه النوعية. ومن بعدها روحوا للترطيب، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. انا هنا عندي مرطب من لوريال. اذا حابة بشرتك تبان مشدودة وبلا تجاعيد وتبان صحية لازمك ترطبيها صباح وعشية قبل لا ترقدي. وهذا النوع ينعم البشرة وينعش الملامح، تستعيد الجلد تاعك الرطوبة تاعو، يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة هذيك، يغذي البشرة تاعك، مناسب لجميع انواع البشرة وماهوش دهني، ما يخليكش هذيك الزيوت الوجه تاعك، ولا بالعكس ينشف بصح تكون البشرة تاعك رطبة. نهضروا هنا على لا روش بوساي، هي كريم سولار روعة. هذو زوج حوايج ما نندمش عليهم خلاص، حتى غاليين ياسر كلش بصح بريتا يستاهلوا البريتا. هذه غادي 450 دركا، والاخرى والله ما على بالي ملي شريتها، ما شريت وحده بعدها مش عارفه قد راهم زادوا فيها دركا، بصح هايلين والله ما يخسر دراهمهم، ننصحكم بهم. كاين واحد السر اللي يعانوا من الجفاف الشديد، نهضر على الجفاف اللي ماهوش نورمال اللي مرات يصيب البشره تاعنا، ننصحكم بهذه الكلوميسين، هذه تاع الفماده تاع العينين. هي صح حاجه ماهيش مخصصه للبشره، بصح انا استعملتها مره كان وجهي يطير منه هكذا جلود ويخوف، كان كيما استعملت البوماد كامل، استخدمت كلش حاجه ما نفعت فيا. واللي فتحت هذه درتها، سمعت عليها في فيسبوك بلي مليحه، جربتها والله روعه، بصح استخدمتها مره واحده ما زدتش عاودت، خاطر نفعتني على استعمال واحد. وفي نفس الوقت انا ما نوثقش في هذو الحوايج اللي في الفيسبوك ياسر استخدمته قلت يا هاك اذا زدتهاش لبشرتي روح للطبيب، اذا عدلت الحمد لله يا اخي كانت نتيجه ايجابيه. هنا نرجع لكم الكريم سولاي واقي الشمس، لازم تستخدميه قبل 15 دقيقه من تخرجي، قبل تخرجي من الدار 15 دقيقه. لازم تجدي لونتي سولاي تاعك كل ساعتين باه تفادي الاسمرار تاع البشره تاعك.
وتستخدميه طول السنة، يعني مش في الصيف برك، لأنه الشمس سبب ترهل تسبغ وتوسع في البشرة نتاعك. إذا عينك في البشرة نتاعك لازم تتهلاي فيها. وقبل لا ننسى نحكي لكم على هذا تاع الجل اليوفيرا. هذا ثاني هايل، يقلل لك من التجاعيد، يشد لك البشرة، يمنح المظهر شبابي البشرة تاعك. وانا نستخدم فيه ثاني كي نكون رايحه ندير ايبيلاسيون الوجه تاعي بهذوك الليموس تاع فلامينغو، باه ما يشرحليش ما يتجرحش الوجه تاعي، نستخدم هذا ويمد حيويه للبشره ونضاره، ننصحكم به. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنسوش تخلوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد على قناتي.